السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى فيديو جديد ووصفة جديدة. معكم إلهام قناة مطبخ أمي. أنا قبل ما ندوز نعطيكم الاقتراحات نتمنى أنكم تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس باش يوصلكم وصفات جديدة، وكذلك شكرا على المشاهدة. غندوز نعطيكم هذا الاقتراح ديال الكيك اللي عملت اليوم. في واحد الإناء ديال الخلط عملت 4 ديال البيضات، كذلك نصف كاس ديال السكر، عملت قبصة د الملح وساشي د الفانيليا، كاس الربع ديال الزيت، كذلك نعملوا ياغورت بنكهة الليمون الحامض و3 المعالق ديال الليمون الحامض. وغادا نطرب هذا الخليط مزيان، وغادا نرجع للإناء الثاني. الإناء الثاني اللي عملت فيه 100 غرام ديال البسكويت مطحون، 100 غرام ديال البسكويت ديال الفول السوداني مطحون حتى هو محمر ومطحون، وكاس تقريبا ديال الدقيق اللي هو 120 غرام. ونعمل فيه 2 ديال الخمارات اللي 16 غرام ديال الخميره الكيماويه. انا مازال غادا نضيف الدقيق، ولكن حتى نضيف الخليط ديال البيض اللي طربنا مزيان، ونشوف يعني الخليط ان كان يحتاج الدقيق مره اخرى ولا لا. هنايا انا رازت نصف كاس ديال الدقيق، وبالنسبه للدقيق تيبقى على حسب النوعيه اللي عندكم. انا نقوم بالخلط او المزج ديال هذا الخليط ديال السوائل مع النواشف اللي عندنا بدايه، وغادي نضيف نصف الكاس الاخر ثاني. هنا نقول لكم الدقيق من الاحسن تضيفوه بطريقه تدريجيه حتى تشوفوا باش تحصلوا على العجين ديال الكيك اللي نتوما موالفين كتحصلوا عليه. هنا من بعد ما غنستمر في الخلط ديال هاد العجين الكيك ديالنا، غادي ندخلها المجمد لمده 10 دقائق، ومن بعد عاد نخرجها باش نعملها في الفرن. قاعده كما سبق لي وقلت لكم دائما فاش تكون العجين بارده بزاف والفرن سخون كتعطينا واحد النتيجه مزيانه. هنايا من بعد ما خرجتها من الكونجيلاتور، فانا خديت طبعا الزبده والدقيق. نقول لكم مره اخرى كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه تشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم وصفات جديده. كذلك الا عجبتكم اقتراحات اليوم ديال هذا الكيك هذا ما تنساوش تخليو اللايك من فضلكم. انا هذا المول هذا اللي خديته ما تشوفوش يعني في الفيديو كبير، هو صغير يعني ماشي كبير، تقريبا القطر ديالو ما كيوصلش ل20. كنعمل الخليط ديال الكيك ديالنا فيه، وغادي ندخلو الفرن لمده 25 دقيقه تقريبا هنايا، لان انا سبق لي سخنت الفران. فمن ندخلو غادي نقص عليه العافيه شويه. هذه هي الكيك ديالنا. انا ما حبيتش نوريكم دي سيتاب اخرين، فقط خليتها حتى بردات وعملت ليها شويه ديال السكر كلاصي. وانتم ممكن تزينوا باش ما بغيتو، علاش انا عملت السكر في الاول ناقص باش نعمل هذا السكر كلاصي. كيكه الصراحه ديال السيتاب في سمح لي كتجيك واحد الكيكه رائعه كانت البسكوي والفول السوداني اللي هو محمر. جربوها ما غتندموش عليها صراحه، راه واحد التجربه اللي هي زوينه، وغتعطيكم واحد المذاق مميز بزاف بزاف، وغادي يعجبكم ويعجب وليداتكم. كنتمنى ان هذا الاقتراح اليوم ان شاء الله بحول يكون عجبكم. ما تنساوش تعملوا لايك وتخليوا لي كومنت بالراي ديالكم. نقول لكم مره اخرى شكرا على المشاهده، ونتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله بحول الله. الى اللقاء وخليتكم على خير.